مساء الخير. موضوع الساعة. آه، الوزيرة السابقة نبيلة مكرم، أم القاتل اللي قتل اتنين. ياسر القاضي وزير الاتصالات مسك من 2015 ل 2018. في كل مرة كانوا بيحاولوا يمشوا ياسر القاضي كان بيطلع زيارة للإمارات ويرجع. ف ما كنتش ببقى فاهمة ليه، ويرجع يكمل. يعني كنا نبقى عارفين مثلا انه هيمشي وعندنا معلومة انه خلاص ماشي وبتاع، خاصة بعد ما تسجل له في مكتبه وهو بيتريق على السيسي. فقلنا خلاص ده ماشي ماشي يعني. فسافر، جري على الامارات ورجع. فحد قال لي اصل هو بيروح يقابل شيوخ الامارات. فانا بعقليتي الساذجه فكرت ان هو بيعمل اعمال في الامارات لان هم معظمهم شغالين في سكه الدجل والشعوذه والحاجات دي. طلع ان هو بيتعامل مع شيخ من العيله هناك الحاكمه، وان هو اللي بيكلم عباس كامل كل مره يقول له ياسر القاضي يكمل. عشان ياسر القاضي يوصل لعلاقه زي دي حاجه من الاتنين: يا هو على علاقه شخصيه بيه جنسيه، يا اما هو بيورد له نسوان. ملهاش حاجه تانية، مفيش حاجه تانية تخلي واحد زي ده يتوسط لحاجه زي ده، لواحد زي ده. غير كده مفيش علاقات تانية، مفيش علاقات في النص، مش بيزنس، مش حاجه، لان يعني ما ينفعش. ف فنبيلة مكرم وصلت انها تبقى وزيره ويتعمل لها وزيره للهجره، لانها هي بتقوم بنفس عمل وزاره الخارجيه. وده كان فيه تعارض وفي ناس كتيرة معترضة على وجودها، لان هي كرانكينج اقل من ناس كتيرة قوي. يعني في ناس اعلى منها اكبر منها سنا، فمفروض يبقوا هما اللي في البوزيشن ده. وعشان هي ما ينفعش تمسك بوزيشن تعدي ناس في الخارجية، فراحوا عاملين وزارة الهجرة دي. منها بنهرب فلوس، منها بنتجسس على الناس، منها بنلم فلوس من الجالية هناك على حس انهم عايزين حاجات هنا في مصر. اللي عايز حتة ارض، اللي عايز يبيع حاجة، اللي عايز يدخل حاجة، اللي عايز يخرج حاجة كده يعني. ف مين اللي وصلها للمنصب ده؟ كان محمد دحلان. علاقتها بمحمد دحلان، ثم محمد دحلان كلم عباس كامل وجابها في المنصب ده. قبل ما تمشي نبيلة مكرم، هي اسمها نبيلة مكرم، عملت مبادرة اسمها اتكلم ما تخافش مصر معاك. وكانت بداية حوار المرض النفسي، وانها بتدعم المرض النفسي في للناس اللي بره قاعدة لوحدها. وكنت قلت لكم مع بداية الأزمة بتاعت ابنها ان كان في ولد لاجئ عامل لجوء سياسي هنا، وكان في واشنطن، والولد من العزلة بتاعة البانديميك انتحر. وكان الناس اللي تعرفه اتفاجئت بموته، وحاولوا يتواصلوا مع الخارجية المصرية وحاولوا يتواصلوا مع السفارة. السفارة رفضت تديهم بيانات أسرته عشان يكلموهم يشوفوا إذا كانوا محتاجين الولد ينزل يدفن في مصر ولا لأ، أو هم السفارة تبلغ أهله. والسفارة رفضت برضو عشان هو لاجئ سياسي ضد البلد.
آه، فمعرفش ايه الخدمات اللي السفارة بتقدمها صراحة للمواطنين، لأن اللي أنا بشوفه من السفارة هنا واللي بسمعه، الحمد لله ما بتعاملش مع السفارة في حاجة، وإن شاء الله ما نحتاجلهاش في حاجة، بس يعني آه، اللي بيحصل إنه يعني كان يعني مسخرة بكل الأشكال يعني في ناس بتبقى جاية من ولايات تانية وبتقعد لغاية الساعة 12، فطبعا بتبقى محتاجة انها ترجع الولاية بتاعتها في نفس اليوم، فبيضطروا يبيتوا عشان السفارة المصرية بتقفل الساعة 12 الظهر، وهو مفيش مبرر لقفل السفارة الساعة 12 الظهر. واللي عايز يخلص مصلحته الموظفين هناك بيخلوه يدفع فلوس. أه... انتوا بس بتنسوا، انتوا ما بتركزوش. سكوتكو، انا كنت ضد ان الناس تسكت في موضوع وزارة الهجرة بعد ما خرجت من الوزارة. وكله قال لي لا خلاص طالما مشاها خلاص، والموضوع بدأ هيتبجح فيه، هيبقى بجح اكتر من كده، لانها دلوقتي طالعة عاملة منظمة non profit organization عشان تفهم الناس بخطورة المرض النفسي. للي مش عارف هي بتعمل ايه، هي بتستغل منصبها، بتستغل الفلوس اللي كسبتها ولمتها، بتشتغل بفلوس الدولة عشان يرجعوا فكرة منظمات المجتمع المدني تاني في مصر، ويبدأوا ياخدوا دونيشن دولي. لأن أنا أعرف ناس هنا حاولت تطلع فلوس تساعد بيها ناس في مصر، والدولة رفضت. الدولة عايزة هي اللي تاخد الفلوس. الناس اللي هنا دول ناس محترمة، حاولوا عشان شايفين الظروف الاقتصادية بتاعت البلد، وشايفين ازاي الناس محتاجة ومش لاقي تاكل، وفي ناس منهم عائلات محترمة جدا وكانوا وبيشتغلوا شغلانات محترمة جدا بس مش قادرين، ونزلوا لطبقة تحت الطبقة المتوسطة. فكانت في مبادرة منهم انهم يسندوا للناس دي، يحاولوا يسندوهم في تعليم ولادهم او كده، فالدولة رفضت، وبدأوا يحولوا فلوس لناس من جوه مصر. الحكومة كلمتهم، هددتهم انهم ما يستقبلوش الفلوس بطريقة تانية، وحاولت توصل للناس اللي هي اصحاب الفلوس عشان يجبروهم ان الفلوس تخش الدولة ما تخشش للاهالي وتاخدها. وانا يعني لقيتهم ناس ساذجة الحقيقة، يعني زي ما كانوش فاهمين القصة دي، خاصة وهم عارفيني وعارفين ان انا فاهمة الدولة بتعمل ايه. يعني انا ما بفكرش ابعت فلوس جوه مصر، ولو طبعا في ناس ليها فلوس عندي منكرش، لان انا قعدت 4 سنين ما بشتغلش، ففي ناس ليها فلوس عندي. فطبعا كل فترة لما بيتجمع معايا مبلغ بحاول اسدد الفلوس اللي عليا، فما ببعتهاش غير لناس يبقى هم عندهم فلوس جوه، اوديهم فلوسهم هنا عشان ما يبقاش في حد بحاول عليه فلوس، عشان ما الدولة ما تستفدش، وعشان هم ما يتحطش عليهم عين. لان اي فلوس داخلة بتحويلات، حتى لو انت بتحول لاهلك، الدولة بتبص عليك وبتراقبك، فاهلك مش في امان. حتى ال ال يعني الحمد لله انا ما بصرفش على حد في مصر، ومفيش حد معتمد عليا، وناس انا مسلفاها، والناس دي برجع لها فلوسها لما بقدر يبقى معايا فلوس اقدر اسدد لها بسدد لها، والناس متفهمة جدا يعني. ف اللي عاملاه وزارة الهجرة واللي عاملاه الدولة، لان هي مش عاملة حاجة من دماغها ومش بتفكيرها، هما بيرجعوا منظمات المجتمع المدني تاني عشان يبدأوا يلموا دونيشن. فكل اللي هيحصل انهم بيستخدموا قضية الوزيرة لانها مشهورة، بيقووا فكرة الطب النفسي،
او العلاج النفسي، لان هي دي الحاجة اللي هم ملهوش حل تاني ان هو ياخده. الموضوع هنا مش هيبقى قضا هيحكم ولا مش هيحكم، لا، انتوا كده بتتكلموا في عيلتين تانيين، اهالي الضحايا اللي هم وجهوهم انهم يرفعوا قضية على صاحبة الشركة اللي عينته، وصاحبة الشركة دلوقتي بقت طرف في القضية، لان المفروض هي اللي يعني عينته. هي امه بتقول ان هو متفوق وانه وانه وانه، وده مش حقيقي. امه عملت مبادرة هنا اول ما الولد جه عشان يتعلم، لمت على حساب ان هما يساعدوا المصريين اللي بيتعلموا، ولمت فلوس عشان تساعد ابنها في مصاريف تعليمه. انا مبحبش اتكلم في خصوصيات ناس وعلاقاتهم وكده، بس الولد معروف انه كان مصاحب الولد اللي اتقتل، وكان على علاقة جنسية معاه، وامه كانت تعلم هنا الكلام ده، وامه اجبرته انه يتجوز، والبنت سابته ورجعت مصر. ولما حاول يرجع للولد لقاه ارتبط، فقتله وقتل اللي هو مرتبط معاه. فالموضوع ملوش علاقة بالنفسي غير ان الولد حبه وما قدرش يعيش من غيره. ملهاش علاقة بان الولد عنده شيزوفرينيا، ملهاش علاقة بان انتي كوزيرة تستغلي منصبك كقنصل، وان انتي كنتي بتشتغلي جوه الدولة وتطلعي معلومات عن ناس عشان تطلعي نفسك ان انتي مواطنة زي اي مواطن عنده مرض. لا، الوضع مختلف. انتي بتستغلي معلوماتك عن الناس بصفتك الوظيفية علشان تفضحيهم. انتي بتشبهي ايه بايه؟ الام دي عرفت تطلع في التلفزيونات ببجاحة بالمنظر ده، عرفت تطلع فلوسها وتاخد فلوس من بره علشان تطلع ابنها، تستغل منصبها وبتستغل الدولة وبتستغل علاقتها المانكي بيزنس اللي بينها وبين الدولة في تهريبها فلوس الدولة بره. انتي مش مواطن عادي، انتي موظفة الدولة. انا لما كنت موظفة الدولة ولجأت للقضاء بالفضايح بتاعتكم، اتهمتوني ان انا بسوق سمعتكم، بتسوق سمعة الوزارة، وانا لجأت للقضاء. انا ما عملتش حاجة، انا رحت عملت محضر في اسم. لما ياسر القاضي منع علاجي ومنع مرتبي ووقفني وذنبني في الوزارة، في مدخل الوزارة، عشان يخليني عبرة للناس عشان ما تعملش زيي وتروح للقضا تاني، ورحت عملت له محضر شروع في قتل لانه يعلم ان انا مريضة، وملفاتي في الوزارة بتقول ان انا مريضة. راح عمل بلاغ ضدي ان انا بهدده، وبشهر بيه. لما رفعت عليه قضية جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي والإعلان وصلوا لغاية البيت، الدولة طلعت قرار بحجم بحجب معلومات عن الوزراء.
وما بقاش ينفع ان انا اخش اشوف برقم بطاقته اسمه وعنوانه، او باسمه الرباعي اخش اشوف اطلع رقم بطاقته وعنوانه عشان ارفع عليه قضية. وعمل لي محضر بمدير الامن بتاع الوزارة، خلاه يروح يبلغ عني ان انا مخليه الوزير قاعد في البيت مرعوب ومش قادر يخرج من بيته. ولما قعدت اتكلمت مع وكيل النيابة قلت له مدير الامن صفته ايه عشان يبلغ حضرتك ان انا بهدد الوزير؟ دي حاجة بيني وبين الوزير، والوزير عنده محامين، هو بيستغل وظيفته وبيستغل الموظفين عنده، هو سخرة. دي قضية حبيب العدل. فمش عارفة الصراحة موظفين الدولة اللي في مواقع السيادية دي بيجيبوا الفلوس دي منين. معرفش برضو ازاي وزيرة يبقى سوري ازاي وزيرة للخارجية او للهجرة وتكون معاها جنسية تانية. انتي ما طلعتيش جريتي على ابنك لما حصلت المشكلة، لما الدولة امرتك تطلعي طلعتي. فكرة رامي القصة بتاعت فهم مش فكرة دحلان واسرائيل فعلا. ما انتوا اصلكم ما عندكوش الهبلة ما بتخلفش دكاترة. انتوا ما عندكوش واحد يوحد ربنا عنده مخ. انتوا لو عندكم مخ ما كنتوش طلعتونا كلنا بره كده. ولما بنطلع بره وبننجح وبنستغنى عنكم بتجروا ورانا عشان تعينونا، وبنقول لا. مش كله طبعا. فحضرتك دلوقتي طالعه تلمي فلوس للبلد وتثبتي ان في منظمات مجتمع مدني جوه البلد، وتلات ارباع الناس اللي كانوا ماسكين منظمات المجتمع المدني في مصر طلعوا، اللي عرف منهم يهرب هرب وعمل لجوء بره، واللي معرفش في السجن. دليلة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان دي أنا لما دخلتها كانت فضيحة، وكانت فضيحة دولية، لأن اللي دخلني فيها ناس من برا مصر قالوا لي روحي لفلان وفلان. لقيتهم يا عيني بيقولوا لي مش هنعرف نعمل لك حاجة، الدولة منعة، مش هنقدر نساعدك. بقت الناس اللي بعتاني ليهم برا، لان كان في سنة منهم قضايا المرأة هتتناقش في الامم المتحدة، فقالوا لي، وهو كان صديق سفير سابق في جامعة الدول العربية وكان قاعد عندنا، كان عنده ميشن في مصر، واتعرف عليا برضه في حوار وطني كده، وكان مستغرب ازاي واحدة زيي بتحب البلد قوي كده ويتعمل فيها كده. فوصلني بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان جوه مصر علشان يلحقوا يحطوا الكيس بتاعتي على اجندة الامم المتحدة، واترفض. وكان في واحدة ساعتها امريكية ماسكة حاجة منصب جامد، بس انا يعني انا الحاجات دي مكتوبة عندي بس انا ما بقتش افتكرها. الراجل التاني اللي تحتيها كان رافض تماما ان انا اوصلها، لانه كان مصري ومع الحكومة. فأي قضية بتتعرض، أي قضية بتطلع في مصر، وأي اسم بيتشهر حتى لو معارضة، الحكومة عندكم اللي بتسمح له. زي ما انتوا كلكم كده محدش فيكم يجرؤ يشير فيديو أنا بعمله أو يعمل لي حتى لايك أو يعلق، عشان انتوا كلكم عارفين ان انا مش مع الحكومة دي.
وبتروحوا تعلقوا على فيديوهات تانية انتوا عارفين تماما انهم امنجية، بس عشان تطلعوا الكبت اللي جواكوا وتشتموا الحكومة من خلالهم. الوزيرة بتلعب بقضية ابنها. دول 3 مواطنين امريكان، التلاتة هي مش بتتعامل بمنطلق ان هي مصرية، لا، ابنها امريكي وهي امريكية، والاتنين اللي اتقتلوا امريكان. اللعبة كده. هما معاهم فلوسهم، هي بتلعب بفلوس الدولة. حرام قوي قوي بجد، يعني ان يبقى في ناس مظلومة في السجون، مش حتى لو محامي دخل يدافع عنها يتقبض عليه. واحنا عندنا واحد قاتل بيدفع له ملايين من الدولة عشان امه حرامية من حرامية النظام ومن الفئات الامنة. لازم دلوقتي نبدأ نفرق تعريف الخيانة. الخاين اللي يخلي واحد زي دحلان يعينه، والخاين اللي يسمح لدحلان يعين ناس في حكومتنا. الخاين، وارجعوا لتسجيلات توفيق عكاشة اللي نصح السيسي انه يتعامل مع اسرائيل. ارجعوا لتسجيلات عكاشة اللي فضحهم فيها وقال ان اسرائيل هي اللي سندتنا قدام الامريكان. فتعريف الخيانة عندكم لازم تغيروه، وتعريف الوطنية لازم تغيروه، لان اللي انتوا قاعدين فيه ده مش وطن. طول ما انتوا سايبين الحرامي بالمنظر ده يسرقكم، وانتوا بس كل اللي بتعملوه ان انتوا يا اما بتتريقوا يا اما انتوا بتتريقوا على موضوع الجن والعفاريت. بتبصوا للخاتم اللي بيلبسه السيسي في ايده، اللي مره يقول بتاع امه ومره يقول بتاع ابوه. بتتريقوا على الجن والعفاريت؟ شوفوا فلوسكم بتتصرف على الاعمال دي ازاي. ده انا كانت بتجيني شغاله في البيت كانت بتفتح المندل لمدير امن وبتجيب له التايه منه. انتوا بلدكم كلها شغاله كده، ما انتوا فاكرين ان البلد دي شغاله ازاي؟ بتتريقوا على ايه؟ ده انتوا كل واحد فيكم حاطط 5 وخميسة على صفحته من الحسد. بتتريقوا على ايه؟ طبعا انا مش بأيد الكلام، انا يعني مستغرباكوا، يعني انا فعلا مستغرباكوا. انتوا بتتسرقوا على فكره، انتوا بتتسرقوا وانتوا جعانين وبتتكلموا في التافه. ده انتوا كان عندكم وزير الاتصالات ده ياسر القاضي، كان مشغل واحده اسمها مها رشاد، ومسكها رئيسة هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وهي بتعمل أعمال وبتحضر جن. انتوا بتهرجوا؟ ده أنا شفت مسخرة في الدولة دي ما شفتهاش في حياتي. أنا مكنتش متخيلة إن احنا بلدنا كده أصلا. أنا بدأت قضيتي في القضية دي إن أنا أرجع مكاني، عايزة أرجع شغلي، لأني كنت في سلطة. وربنا ما يوريكوا سحر السلطة عامل ازاي. لغاية ما فهمت لما دخلت المحاكم والأقسام إن الموضوع مش موضوع مكان، الموضوع موضوع مواطنة. أنا ليا حق مواطنة، أنا بني آدم بقول حاجة اسمعوها.
يعني ده انا هنا في البلد دي، لما يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس يعني في حاجات ما ينفعش اقولها او مش وقتها اقولها. يعني انا حاسه انا هنا مواطنه، انا هنا بني ادم. انا اول مره احس ان انا انسان كان على ارض البلد دي وفي اسم من الاقسام بتاعتها. نبيلة مكرم بتنصب، من نبيلة مكرم بتستغل قضية ابنها. في ناس كتيرة ليها حقوق ضايعة وليها فلوس عند الدولة، هم أولى بيها. المنظمة دي هتلم فلوس كتيرة جدا على حس ده، ودونيشن من بلاد بره. وهتلم وبتدي كريديبيليتي للدولة ان الدولة عندها منظمات مجتمع مدني، وكل ده على حساب البلد وعلى حسابكم. في يوم هحكي على ازاي انا مواطن بتعامل باحترام هنا وبأدمية. في يوم هحكي على ده. وهحكي ازاي هما بيبهدلوا الجالية المصرية هنا، الحكومة المصرية. هحكي. واخدت مني سنين، 3 سنين، لغاية ما عرفت ابعد عن الجالية كسكن، كأن انا اعمل ضرايب، كأن انا اعمل حاجات كتيرة بعيد عن العرب والمصريين. ويمكن اللغة بتساعد. اللي ساعدني كمان ان انا مريت التجربة القاسية اللي انا مريت بيها في مصر. عشان كده بفهم، بحاول افهم سيستم البلد. بتعرض لحاجات ربنا بس اللي بيعرضني ليها عشان اشوف، بدون وعي اللي بيحصل. بيلاقيني بقارن بين اللي حصل معايا في مصر واللي بيحصل معايا هنا، وبتبقى رسالة من ربنا انه بيعوضني. ياريت تبطلوا تريقة شوية وتحسوا انكم بتتسرقوا. وهي قالت كلمة لطيفة جدا: ليه اللي اتكسر نفسه ما بتسألش عليه زي اللي بتتكسر رجله؟ وانا عايزة اسألكوا بقى كدولة، مش كصحابي على الصفحة، انتوا بره القصة دي. انتوا كدولة سامعيني دلوقتي ومتابعيني كويس قوي، انتوا ليه صحيح بتكسروا نفس الناس؟ ليه كنتوا بتجبروني ان انا ما اشتغلش؟ ليه منعتوا علاجي؟ ليه منعتوا دخلي؟ ليه ما نفذتوش حكم المحكمة؟ ليه كنتوا بتقهروني؟ ليه كنتوا بتذلوني؟ ليه؟ وليه واحد قاتل مطلعينه دلوقتي العفاريت بتكلمه وعنده شيزوفرينيا؟ ليه بقى انتوا اللي كسرتوا نفسي؟ ليه كان كل راجل اخش له من النظام الدولة دي يبقى عايز ينام معايا علشان يجيب لي حقي بفلوسي؟ ليه بتكسروا نفس الست وبتجرجروها في المحاكم؟ ليه ان انا عشان اترفد من شغلي اقعد 4 سنين من غير اكل وشرب وفلوس ليه؟ عشان توصلني لايه؟ الانتحار او الانحراف؟ ليه معركتكم مش شريفة مع المواطن؟ ليه بتكسروا نفسه عشان بس بيطالب بأقل حقوقه؟ شغل عشان ما يشحتش. فعلا ليه بيكسروا نفس الناس؟ ليه؟
مش ليه ما بيسألوش عنهم؟ ليه انتوا بتكسروا نفس الناس؟ انتي بطلعتك على التلفزيون بالمنظر ده كسرتي كام نفس دلوقتي، وقهرتي كام حد على ابنه وعلى عياله. ده انتي قهرتيني انا على نفسي. من المناظر اللي انا شفتها والحاجات اللي انا اتعرضت لها. انتي ابنك قاعد بتروحي له، بيكتب، بيشوفك، بياكل، بيشرب، بيشوف الشمس. انتوا اتفقتوا، وزير الاتصالات اتفق مع النيابة يدخلوني الحبس عشان يصوروني وانا بتضرب. تخيلي، تخيلي. اقسم بالله انتي قهرتيني النهارده. لان اللي انتي بتدفعيه لابنك ده فلوسي اللي انتوا دوختوني عليها، عمري، صحتي. ابويا اللي مات وانتوا بتقولوا ده طاردني عشان سمعتي وتكتبوا لي منشطات جرايد. آه... ابنك ما مش مريض نفسي. ابنك كان بيحب وغار على اللي بيحبه، ودي مشاعر إنسانية. هل هتقدري تقولي ده؟ بما ان انتوا سميتوني فتاة التحرش بقضية انا عاملاها ضد متحرش خد حكم. طيب ابنك يا ست الكل كان بيحب واحد وقتله عشان سابه، وانتي السبب لانك اجبرتيه على انه يتجوز واحدة تانية. فانتي ضيعتي ناس كتيرة، سحلتي ناس كتيرة معاكي في القصة دي. هتقدري تقولي ده؟ ولا انتي هتعالجي الناس من المرض النفسي بايه بقى؟ ان انتي هتفهميهم فوائد الشذوذ، ولا انهم يتقبلوا الشاذ في المجتمع؟ هتعملي ايه بقى؟ ولا هتدخلي مفهوم ان الشاذ من حقه يقتل؟ ولما بتقولي ان هو اكتشف انه عنده شيزوفرينيا، كان اكتشف انه عنده شيزوفرينيا وهو عنده 10 سنين، ولا ده الحادثة اللي تعرض لها وبقى شاذ بسببها من 10 سنين؟ اتجرحتي قوي لما الناس على السوشيال ميديا، لا نقفلك السوشيال ميديا لو السوشيال ميديا مضايقاكي، نقفلها لك يا ست الكل، ولا تزعلي ولا رامي يزعل، كلنا نزعل عشان خاطره. ف هتعالجيه من ايه بقى؟ من الشيزوفرينيا ولا من الشذوذ؟ الشذوذ ما بيتعالجش، ما اكتشفلوش علاج. ما كناش دلوقتي في دعوات الجواز من المثليين دلوقتي، فما اكتشفلوش علاج، بالعكس. وفي اختلافات كتير في موضوع الشذوذ ده، انه في ناس بتتولد كده وان دي حاجة من عند ربنا. ده حتى بابا الفاتيكان طلع قالك كلهم اطفال الله وربنا بيحبهم. فهتعالجيه من ايه بقى؟ يعني انت عايز تقولي ان الشيزوفرينيا اللي عنده هي اللي خلته يحب واحد تاني؟ العفريت اللي عليه هو اللي حببه في راجل تاني؟ ولا هي كانت عفريتة؟ مش فاهمة يا ست الكل والله. انا مش ضد اي حريات ومش ضد حقوق الناس، هي حرة، كل واحد حر، دي البوبو بتاعته هو حر فيها. لكن جيبي انت مش حرة فيه.
سمعتي انت مش حرة فيها، رزقي وحياتي وعمري انت مش حرة فيه. ما كانش عندي اب وزير يدافع عني، رغم ان ابويا كان من الجيش بس كان طلع معاش، ما كنتش من الطبقة دي. محدش ينفع. حتى راجل لما قعدت معاه بتاع المخابرات قال لي انت مين؟ انت مين؟ انت قاعدة على الارض، احنا ما عندناش حد بيتصرف من دماغه وانت بتتصرفي من دماغك. قلت له يا باشا، ما انتوا دخلتوا طارق الخولي مجلس الشعب وهو كان حارق المدرعة بتاعت الشرطة، ولا ده بأوامركم؟ قال لي بالظبط كده، احنا ما عندناش حد يتصرف من دماغه وانتي بتتصرفي من دماغك، مالكيش كبير. لما بعتولي الست الكل التانية الشمال اللي تقولي كانوا هيحل معاكي بس انتي بتفضحي، بفضح ايه بقى؟ ايه اللي يتحل يبقى فيه فضيحة؟ ولا هو لازم الحل يبقى على السراير؟ كنتوا عايزين تكسروا نفسي ومعرفتوش. ليه 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 ليه؟ عارفين ليه انا بحب مبارك وبحترمه؟ مفيش كلب تجرأ عليا ايام مبارك، محدش دعاني للدعارة او اجبرني عليها، ما حصلش. ما حصلش. آه... ابن نبيلة مكرم مش مريض، ابن نبيلة مكرم كان بيحب الولد وقتله بدافع الغيرة وانتقام منك، عشان انتي اللي اجبرتيه يسيبه، وانتي ما سبتيش الوزارة. مش لما هم قالولك لا، لما ابنك قالك ان ده انتقام منك. انتي لو كنت جريتي عليه اول حاجة، لكن انتي كنت في كل مرة تطلعي تكدينا بمؤتمر والسيسي يطلعك قدامنا بكيد كأننا احنا اللي عدوكم. 51 دقيقة طالعة مع خيري رمضان بتفضحي في قضايا ناس، وجايبالي شوية قوادين ماسكين مجلس الإدارة كلهم أسامي حكومة، وبتاع الطب النفسي في العالم اللوزي قريب ساويرس. طيب دي فلوسكو وبتتسرق عشان واحد قاتل كان بيحب واحد وامه اجبرته انه يسيبه. دي الليله بقى عشان بس نبقى كلنا واضحين ايه الموضوع. والفلوس دي فلوس بلد، والفلوس دي بيتجاب بيها بيتحسن بيها منظر الدولة في المنظمات المجتمع المدني، وبيتحسن بيها وبيتجاب بيها دونيشن من بره او تبرعات من بره. اللي عايز يسأل على حاجة، وانا عارفاكم كلكم بتسألوا في الانبوكس ما بتسألونيش على لول. اللي عايز يسأل في حاجة انا اسأله، وانا هطلع برضه اقولها في فيديو عشان بحب اسمعهم. يومكم جميل.